احتل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي المرتبة الثانية على مستوى الأجر الشهري الأعلى ضمن قائمة رؤساء الدول الأفارقة، وذلك بحصوله على 15577 دولار، يسبقه فقط رئيس جمهورية إفريقيا جاكوب زوما، بينما حل في المرتبة الثالثة الرئيس الكيني أهورو كينياتا الذي يتقاضى شهريا 11093 دولار. التصنيف الذي اعتمدته مجلة جان أفريكا وأشارت فيه إلى أن التونسيين اكتشفوا فقط بعد سقوط نظام بن علي أن رؤساءهم يحصلون على معاش يساوي تقريبا ما كانوا يحصلون عليها عند مباشرتهم لمهامهم، فضلا عن امتيازات يبقى من الصعب حصرها. وحسب التصنيف ذاته وباستثناء الباجي قايد السبسي، خلت قائمة الرؤساء العشرة أصحاب الأجور العالية من أي اسم عربي، وعلى الرغم من إيداع مشروع قانون جديد في مكتب الضبط بمجلس النواب في 10 من جوان الجارية لمناقشته والمصادقة عليه قريبا، تضمن شرحا لأسباب تقديمه، منها إصلاح القانون القديم والمحافظة على المال العام والمركز الاجتماعي لرئيس الجمهورية، فإنه على عكس ما كان متوقعا من تقليص راتب الرئيس والتخفيض من الامتيازات، يقر المشروع الجديد الإبقاء على تلك الامتيازات بعد نهاية مهام الرئيس، ما عدا حرمانه من بعض المنح التي تتعلق بالمباشرة والتي كان يتمتع بها حتى بعد المغادرة في القانون القديم، ولم يصدر أي إجراء حقيقي يتعلق بالتقليص من الراتب المخصص لرئيس الجمهورية.